بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. انا هعمل معاكم طريقه الكنافه بالشوكولاته اللي هي النوتيلا. تمام. نذكر الله كده، لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. نبدا كده باسم الله، ونجيب نص كيلو كده من الكنافه. ماشي. نفركها كده زي ما احنا بنعمل بالظبط. مش هنشدها كده، منقطعش بمقص ولا باي حاجه، زي ما احنا شايفين. تمام. هنفضل نعمل فيه كده لحد نص كيلو ما يخلص. هي دوبك الصينيه تاخد معانا نص كيلو. تمام. طريقة الشوكولاتة انا كنت منزلاها قبل كده، بس هعملها ان شاء الله تاني وهبقى انزلها معاكم. تمام. وبعدين بعد ما افركها خالص كده، لما اخلص الكمية يعني، هعملها كده بايديا زي ما انتم شايفين. خلاص. هنا هعمل العسل الشربات بتاعنا يعني. مش انا هنا مش عايزاه تقيل ومش عايزاه خفيف. تمام. معقول. ولو اتبقى معاكي عسل بعد ما خلصي يبقى معاكي عسل، حطيه في برطمان وحطيه في التلاجة، مش هيحصل له اي حاجة، تقدري تستعمليه في اي وقت. ماشي. هنا انا حطيت 3 كوبايات من السكر، حطيت معاهم 6 كوبايات من المية. خلاص. تقدري تحطي برضو على كوباية السكر، تقدري تحطي نص كوباية ونص مية، بس مش شرط كوبايتين يعني. خلاص. هنا ايه عملنا الكنافة اهو، زي ما شايفين كده بعمل. بفركها كده بايديا برضو عشان لو في حتة طويلة ولا حاجة تتقص كلها. طيب هنا نجيب بقى السمنة ونرشرشها عليها كده اهو، زي نص كوباية كده او كوباية من كده كده، لو تفضل يعني مش هيخسر، كده كده هعوزه. ماشي اهو زي ما انتم شايفين. وافركها كده برضو اهو. هحط سمنة تاني دلوقتي، خلي الكنافة تشرب السمنة كلها. تمام. اهو زي ما انتم شايفين كده، الحتة البيضة برضو ايه، دخلي جواها السمنة كده زي ما انا ما بعمل، وتفضلي تشدي فيها برضو كده اهي. ماشي. هنكون مجهزين الصينية بتاعتنا او صاج، هنحط جواها كده شوية سمنة. هنا برضو هنحط مع 3 معالق او معلقتين من السكر اهمت، وافركهم كده زي ما انتم شايفين برضو. دي هيديها ايه، ما تكتريش في العسل، وفي نفس الوقت ما تطلع معاكي مقرمشة وناشفة ايه يعني، سنة صغيرة، ما تبقاش معجنة، هتبقى جميلة جدا ان شاء الله تعجبكم. جربوها. زي ما انتم شايفين كده نفرك كويس جدا لحد السكر ما يدوب مع الكنافة. هنا احط حبة سمنة صغيرين كده في قعر الصاج. ماشي. وزي ما انتم شايفين بالظبط بالخطوات ديت هتعجبكم ان شاء الله، زي ما انتم شايفين كده. ماشي. ما تخليهاش رقيقة ان هي تتحرق، وما تخليهاش تخينة ان هي ايه تبقى معجنة. يا دوبك الصاج دوت على قد نص كيلو. هنشوف دلوقتي اهو زي ما انتم شايفين. دي الطبقة اللي تحت كده، احنا مش هنعمل طبقتين، هي طبقة واحدة. تمام. هنعمل الصاج، هنعمل له حرف بالكنافة. هتك عليها كده زي ما انا مشغلة كده بالظبط اهو. بص انا بعمل ازاي على حرف الصاج اهو، هعمل لها حرف. ماشي. زي ما احنا شايفين كده. واي فراغ في النص نغطيه بالكنافة اهو، واحدة واحدة كده على مهلك. تك عليها كده، السمنة والسكر هيخلوها تمسك، ما تقلقوش. ماشي اهو. نجيب بقى كوباية بتاعت الكنكة زي ما انا عاملة كده بالظبط، وافضل اتك عليها كده واعمل الحرف ده كمان. بصوا اهي، واحدة واحدة كده. نعمل لها حرف متين بحيث ان هو ما يقعش. خلاص. اول ما يستوي يعني يقع، وفي نفس الوقت مش تخين قوي برضو، متين يعني ماسك نفسه. خلاص زي ما انتم شايفين كده. هوريها لكم دلوقتي، هتعجبكم جدا. وهشيلها على ايدي وكده انا حطيتها في الفرن. خلاص. وهطلعها من الصاج وهشيلها على ايدي وهتعجبكم جدا، وهتشوفوا الطريقه اللي انا بعملها. انا كده حطيتها في الفرن. مش من تحت يعني، مش هتحطهاش على شبكه ولا حاجه. خلاص. لان بس تاخدي بالك منها. مش انا هنا كده هعمل قطايف. دي برضو هحشيها شوكولاته نوتيلا. ماشي. هعمل نصها بس عشان حبيبة عايزة الحشو بتاعها بالمكسرات. دي هعملها لعلي، والتاني ايه هعملها لحبيبي. طبعا انا مليش في المسكر قد كده. خلاص زي ما احنا شايفين كده. نعملها زي ودن القطة كده، وهقليها برضو زي ما انتم شايفين اهو. ماشي. ودولت بقى ايه هعمل بيهم احط على شوية سكر بودرة، جوز هند وزبيب. عايز تحطي زيتون حطي.
هنا حطيت شوية سكر برضو واحشيها اهو زي ما انتم شايفين. هخلص دولت واحط الزيت على النار واقلي على طول. تمام اهو زي ما انتم شايفين كده. دي اسمها ودن القطة، ودي اللي هي المحشية بتاعتنا. نسمي الله كده. انا ما كنتش لسه حطيت الليمون. اول ما يقدح كده الزيت هحط على طول واقلي. ماشي. اللي هي بالشوكولاته مش عايزه تسقيها ما تسقيهاش، يعني ما تسقيهاش عسل مفيش مشكله خالص، تخليها ناشفه كده. انا عملت كام واحده وكام واحده برضو كده. الطاسه التانية وهنا معانا السيرم بتاعنا بيغلى، هو خلاص قرب يطيب. ماشي نسمي الله. طيب هنا بقى معانا كنافه، هي طلعناها من الفرن. ماشي وبردت كمان. بص بسم الله ما شاء الله ماسكه نفسها حلوه ازاي. هوريكم دلوقتي. هنا طبعا احنا عشان ايه عملنا السيرم اهو وهنسقيه، ما خليتهوش تقيل يا جماعه، ما خليتش السيرم تقيل. احاول على قدر الامكان ان انا زي ما انتم شايفين كده. حتى الحروف زيها عسل اهي بسم الله ما شاء الله. تمام. طيب هنعمل ايه بقى ودولت برضو ايه نسقيهم. اعمل كام واحده كده بالعسل والباقي ايه مش هعمله بعسل. ماشي اهوت. اللي هم الناحيه دولت اللي هم من غير عسل دول طبعا عشاني انا، عشان انا ماليش في المسكر قد كده. خلاص اهو. اتفضل معاكي عسل اللي هو السيرم يعني، بتفضل معاكي سيبيه يبرد خالص وحطيه في برطمان وحطيه في التلاجة في اي وقت تقدري تستعمليه. ماشي. انا هنا كان عندي الشوكولاته اللي هي النوتيلا دي، عبيتها في كيس كده زي ما انتم شايفين اهو، وبحشي بيها القطايف. ماشي اهو. دول طبعا اللي هم ايه مش محطوط عليها عسل، ودول اللي هم محطوط عليه عسل اهو. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. بألف هنا والشفا. بصوا بقى هنفضي بقى ايه الشوكولاته النوتيلا اهيت في قلب الايه الكنافه اللي احنا عاملينها. احنا عاملينها زي قالب كده اهو بسم الله ما شاء الله. واحده واحده. بسم الله ما شاء الله. المنظر كان تحفه جميله جدا وكان طعمها تحفه كمان. وبألف هنا وشفا. بص المنظر جميل جدا. جربوها هتعجبكم باذن الله، يا رب تعجبكم. شويه جوز الهند كده رشيناهم على الوش. كل سنه وانتم طيبين اهو. ادينا هنقطعها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي سمكها رقيق جدا مش تخينه، وفي نفس الوقت مقرمشه وجميله جدا جدا. وألف هنا وشفا. ايه رايكم؟ بألف هنا وشفا. متنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبألف هنا. كل سنه وانتم طيبين.